بيراميدز وصلت يا جدعان. طب اصبر، طب حيجها. ايوه هم فلوسهم كتيرة وسريعة، حيجها اصبر خليها شهر تاني. لكن من سلقط لملقط على طول تروح تخلص خالد بوطيب. اوكل البهايم انا، كلوا يا بهايم، كلوا يا بهايم، كلوا على طول. رايح تدفع الفلوس على طول وتسدد خالد بوطيب. ايوه حلو السداد، ما قلناش عنه حاجة، ما قلناش عنه حاجة، بس اتقل يعني. مش لما ربنا يكرمك وتطلع حتة آثار تروح تشتري الرانج روفر؟ ما هتتعرف يا حبيبي، وانت اصلا شحات نحات، هيكفشوك ويحطوك في السجن زيها دي بالظبط. وادي النادي الاهلي يسكت؟ ما يسكتش. النادي الاهلي يعلم نادي الزمالك الادب. والله العظيم، اقسم بالله والله العظيم، النادي الاهلي النهارده ضرب ضربه للزملكاويه اللي هم نحن، ضربه بس ضربه في الجون. اتقل وهقول لك على كل حاجه، عشان دي ساعه عصريه والجو مضابق عندنا. جياله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كالعادة يا سادة، اللايك الحلو الجميل بتاعك والتعليق اللي فيه الصلاة على النبي، عشان غيرك يصلي على النبي وانت تاخد حسنات وانا اخد حسنات واللي داخل بعدك ياخد حسنات. ده الصلاة بعشرة يا ولد عمي. طيب ابتدي لك من حيث الزمالك وسيب الضربة هقولها لك بتاعت النادي الاهلي في الاخر. اتقل وهات كوباية الشاي. خلاص نادي الزمالك سدد غرامة باتشيكو وسدد غرامة خالد بوطيب اللي هو كان عامل لنا صداع وكان واقف القيد بسببها. طب اصبر، واحد هيقول لي لا ده من القرض، ال 500 مليون مش من ده. اسكت. ايوه هم فلوسهم سريعة وحلوة، كل حاجة بسرعة، الاكل بسرعة، المشي بسرعة، كل حاجة سريعة عندهم. اصبر، طب حتى تحيجها، اصبر تاخد نفسك باللي ريقك. تاني يوم ولا ثالث يوم الماتش، الله يخرب بيتك يا عواد. شلت الليلة يا عواد لوحدك، شايلوك الليلة يا حبيبي لوحدك، شايلوك الليلة. طيب بخصوص الضربة بتاعت النادي الأهلي، وهي ضربة قوية الصراحة. ما احنا لو لساننا حلو مع الأهلي ومسكتين قناة نادي الزمالك وبناخد وندي ومش مركزين غير في الورقة بتاعتنا، كان الأهلي دخلنا معانا. لكن للأسف النادي الأهلي يوجه ضربة قوية وقاسمة لنادي الزمالك ويمنعه من المشاركة في بطولة جلوب سوكر المقيمة في مصر. النادي الأهلي قال لك لا، أنا قادر إن أنا أدخل كممثل بطولة. لا قال لك لا، مش هعمل كده. أنا هدخل كممثل لمصر، يعني إن هو اللي بيرعى البطولة في مصر كممثل للدولة المصرية. ونادي الترجي التونسي هيدخل كوصيف كده. نادي الزمالك بره. لكن لو احنا لساننا حلوين وحاطين لساننا جوا بقنا وساكتين والهلفطة، وان احنا مش واقفين مع بيراميدز وشغالين نلقح كلمة هنا ونلقح كلمة هنا، كانوا زمانهم دخلونا معاهم، اقسم بالله. لكن للأسف لساننا احنا الزملكاوية او لسان قناة نادي الزمالك وحسين لبيب اللي هو مش هيجيبها البر معانا. ادي الله وادي حكمته. خلاص الاهلي دخل كممثل، نادي الترجي دخل وصيف، نادي الزمالك بره. يعني اختار الترجي عليك عشان طولة لسانك، عشان خاطر طولة لسانك. روح وتعالى بسرعة.